اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما غفلوا عن ذكره الغافلين. ازيكم يا حبايبي؟ عامل ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. النهارده المره اللي فاتت قلت لكم في الزرع، قلت لكم هجيب ماسك، بس حسيت ان الفيديو هيكون طويل، قلت لا خليها ايه المره اللي فاتت زرع لوحدها. النهارده جبت لكم جايبه لكم ماسك مش هتلاقوه في اي مكان، ومش كلام، جربوه وهتشوفوا. ماسك يعني يرجعك 10 سنين لورا، يصغرك 10 سنين، لان الماسك ده مش هتلاقيه نهايه في اي مكان، بس ده مجرب وانا مجربينه عندنا في البيت ومحدش بيستعمله غيرنا احنا. هو عباره عن بذور الفجل. بذور الفجل طبعا لو عملتوا بحث عليها هتعرفوا فيها فوائد قد ايه، كتيره كويسه جدا، منها اللي انا فاكراه الزنك عالي جدا فيها، وفوائد تانية كتير. في اوميجا 3. اوميجا 3 برضو ده زيت السمك، زيت السمك. في حليب ده برضو طبيعي عادي، كلها حاجات طبيعيه. في فانيليا، يعني كل الحاجات دي بنستعملها في الاكل، وكلها من المطبخ، لان ده في البذر الفجل لازم يكون في البيت موجود. بتستعمليه كمان يعني كويس جدا للجماعه اللي هو بيدي الناس اللي هي الهبات السخنه بتاعت الناس الكبار دول، اللي هو بعد سن اليأس، ده مفيد جدا ليهم. بيتاكل كده سواء طحناه او حط بذور. والمره الجايه بس اوريكم البذور بتاعته وقبل ما تطحن. على بركه الله نبدا الماسك. دلوقتي احنا هناخد معلقه من المطحون ده. اهي المعلقه، بصوا ازاي اهي، معلقه مليانه كبيره من البذور. بعد كده هناخد على المعلقه دي هنجيب عليها فانيليا، بتتحط على الحلوى، هي فيها سكر، فيها نسبه سكر صغيره. هنحط الفانيليا عليها اهي، مش كتير الفانيليا، اللي شويه صغيرين جدا اللي فيها. بعد كده هناخد اوميجا 3 اللي هو زيت السمك. هنحط كبسولتين. هو اصلا دول اخر كبسولتين في الشريط، عشان بصراحه بعمل ماسك ده كتير. ادي واحده. طبعا الاوميجا 3 كله بياخده، مفيد جدا للصحه العامه عموما، وجميل جدا مع الماسك. يبقى احنا دلوقتي حطينا هنا معلقه بذور فجل مطحونه كبيره، وحطينا معلقه عليها كيس فانيليا، وكبسولتين زيت سمك اللي هو اوميجا 3. بعد كده هناخد هنا برضو معلقتين لبن حليب. وهناخد معلقه جريسلين، معلقه جريسلين. يبقى احنا حطينا في الماسك ده هنا، حطينا بذور الفجل معلقه كبيره، وحطينا كبسولتين اوميجا 3 اللي هو زيت السمك، وحطينا كيس فانيليا،
وحطينا معلقه جريسلين ومعلقتين طبعا لبن يعني هو دلوقتي عشان ما ننساش ما نتلخبطش. هنا الاول ده البذر الفجل معلقه، الحليب معلقتين، زيت السمك اوميجا 3 كبسولتين، الجريسلين معلقه، يعني المعلقه جريسلين وكيس فانيليا، يعني الاثنين دول واحد حاجه واحده. بذر الفجل برضو معلقه واحده، الوحيد اللي هو اتنين اللي هو اللبن الحليب معلقتين. ده يتقلب بقى كله مع بعضه كده، يندمج مع بعضه اهو كده. الماسك ده هتحسي ان انت مجرد ما تعمليه هتحسي بشرتك ابيضت جدا. يعني لو عملتي مثلا لو عملتي جزء وجزء عشان تتاكدي يعني هتحسي بفرق جامد جدا. البشره بتبيض جدا، سواء بشره الوش او بشره الايد، بتبقى بيضه وصغيره ناعمه، تحسي انك صغرتي 10 سنين. تدمجيها شويه مع بعضه كده كويس عشان يندمج كله مع بعض، لان هو لو تاخدي بالك كده هو سايل اهو، بس بقى يعني بعد ربع ساعه انت بتعملي كل ده وعجنتيه اهو، لا دمجتيهم كلهم مع بعض. بذر الفجل مع الحليب، بذر الفجل مع الحليب مع اوميجا 3 زيت السمك مع الجريسلين اهو، عشان ما ننساش برضو الحاجات دي اللي الواحد ساعات في البيت لما يكون بيشوف حاجه ممكن يتلخبط فيها. يعني احنا دلوقتي جبنا بذر الفجل اهو معلقه كبيره، وجبنا الحليب معلقتين، والكبسول اللي هو زيت السمك معلقتين، والجريسلين معلقه، والفانيليا كيس صغير يعني اللي هو بيتحط على بنحطه طبعا على الشربات او بنحطه على الكيك. بس دي بقى هتسيب الخلطه دي يعني ممكن تقلب فيها شويه كويسين، يعني قلبهم كويس يقعدوا 5 دقايق كده ولا حاجه، قلب فيهم وسيبيها، غطيها كده وسيبيها ربع ساعه. الخلطه دي كده سيبيها ربع ساعه. بعد الربع ساعه انت لو واخده بالك بس ماسكه في المعلقه اهي، يعني مش بتسيب المعلقه اهي، ماسكه في المعلقه. بعد الربع ساعه او ال10 دقايق خدي منها وادهني بفرشه بايدك زي ما عادي خالص هتمشي كله. ادهني وشك وتدهني رقبتك وادهني ايدك، واقعدي ما تستعجليش عليها عشان كل الخلطه دي كلها الحاجات دي كلها الربع ساعه اللي تسيبيها الاول دي ليه؟ عشان يندمجوا مع بعض، عشان بذر الفجل يكون شرب شويه من من السوائل اللي فيه، من لبن، من جريسلين، من اوميجا 3 يتشرب. بعد كده هتحطيه على البشره وسيبيه يعني من نص ساعه لساعه الا ربع ساعه الا تلت. وبعد كده نضفي وشك يعني وانت قاعده كده بقطن المكياج والماء الورد، تبلي بيها وتنضفي كده وشك ايد والوش وكله، هتلاقيها نورت، هتلاقي فرق جامد جدا هتلاحظيه يعني من غير اي شك. هتحسي بشرتك ابيضت، البشره تحسيها صغرت، يعني الوش هتحسيه صغر، والايد واي مكان تقعدي تحطي الماسك ده عليه هتحسي البشره اتغيرت خالص. يعني تحسي ان انت صغرتي 10 سنين ووشك ابيض. يعني لو انت بتعملي ايه تبييض لمده اسبوع ولا شهر مش هيوصل للدرجه دي، يعني بياض ناصع ونظافه. هتحسي البشره نظيفه جدا وطريه، يعني تحسيها كده كلها كولاجين كده وكلها شباب. جربوا يا حبايبي الماسك ده وشوفوا نتيجته، هتعجبكم جدا، وانا اتمنى فعلا تعجبكم زي ما عجبتني، لان فعلا ده والله يعني مش عايزه اتكلم في احلف، الماسك ده ما شفتوش على اليوتيوب نهائي ولا حد عمله نهائي. انا بس اللي عملته هنا اعوذ بالله من قلت انا، لان انا غاويه حكايه الماسكات دي والحاجات الطبيعيه من زمان، ما بحبش انا يعني الحاجات التانية خالص. كل الحاجات بستعمل حاجات طبيعيه، والحاجات اللي انا باكلها وعارفه انها بتدخل المعده دي اللي بحطها على البشره. الحاجه اللي بتحطها ما تدخلش المعده بخاف اعملها على بشرتي. طبعا غير زيوت الشعر ملهاش دعوه بالحاجات دي بالمعده، لكن انا بتكلم عن الماسكات دي. الماسك ده كله من المطبخ، من حاجه المطبخ، يعني ما جبتش حاجه من بره، ده الوحيد بس لان انا برضو بستعمله. بس يا حبايبي اتمنى يا رب يعجبكم الماسك ده، وادعوا لي وقولوا لي رايكم بقى. يلا سلام يا حبايبي.